بتدور على طقم مكن يكون كامل متكامل معاك، مكنة تدريج قوية، مكنة زيرو تجيب معاك من الآخر، مكنة تنعيم تغنيك عن الموس نهائيا، يبقى الفيديو ده عشانك. باكج الملوك إصدار جديد من إصدارات VGR، أنا اللي سميته كده على فكرة، باكج الملوك، عشان فعلا تحس كده إن المكن اللي فيه حاجة ملوكي، شغل عالي وما يشتغلش بيه غير الملوك. اسم الإصدار 642 VGR 642. نفتح العلبة ونشوف إيه اللي جواها. الباكج عبارة عن 3 مكنات. أول مكنة معانا دي 005، عارفينها طبعا أهي، راحت فين؟ المكنه دي اللي عملنا عليها ريفيو لوحده، نازله النهارده في الباكج ده معاه. المكنه اللي ما شافش الريفيو بقى هشرحها لكم كده. طبعا ده زرار اللوك، بدوس عليه دوسه طويله عشان المكنه تفتح، فتحت اهي معايا. المكنه على سرعات بتدي لك من اول سرعه او تردد 5500، وبتعلى بيها من هنا لحد ما تدي لك 7000 لفه كاملين. المكنه سرعات زي ما قلنا، مكنة تدريج من الطراز الأول، الموتور زي ما احنا شفنا كده 7000 لفة، والدراع بتاعها تكات، حوالي 4 تكات أساسيين فيه، وبيجي معاها 8 درجات كاملين، 8 درجات لحد 19 مللي، من أول النص اللي هي درجة نص الواحد لحد 19 مللي كاملين. البطارية بقوة 2600 ملي أمبير، بتدي لك شغل متواصل 250 دقيقة بعد مدة شحن حوالي 3 ساعات. مكنة تمشي معاك في أي شعر، سواء كنت مستخدم شخصي أو كوافير جايبها في البيت ليك وللولاد، شغل محل، هتجيب معاك أحلى وأعلى شغل. مكنة كويسة جدا في التدريج، وليها ريفيو لوحده، اسمها لوحدها كده 005. نيجي بقى للمكنة الزيرو، نفس الشكل الفرعوني المميز جدا اللي VGR تميزت بيه في الكام اصدار الاخرانيين. المكنه نفس الكبيره بالظبط، لكنها بتديك درجه الزيرو. المكنه لما بتشغلها اهي بتدي لك برضو السرعات من هنا، من خلال مفتاحين السالب والموجب. بتبدا معاك من اول 5500 لفه، تعلى معاك لحد ما تجيب لك ال 7000 لفه كاملين. يعني كمان المكنه بتديني نفس قوه المكنه الكبيره، ولكن بزيرو مش بتدريج. مكنه الزيرو بتاعها حلو جدا للناس اللي بتحب تشيل دقنها زيرو، ما بتحبش تستخدم الموس نهائي، ما بيحبش يحلق اصلا ولا موس ولا تنعيم، فبيستخدم المكنه دي. وكمان تقدر تحدد بيها بعد الحلاقه، لو طفل مثلا او انت بتحدد له بدل الموس، ينفع تستخدم المكنه دي. لكن داخلي بصراحه لسه ما جربتش، ما اعرفش شغاله داخلي حلو ولا لا. لكن معانا المكنه الزيرو دي، قوه البطاريه بتاعتها 1600 ملي امبير، بتدي لك شغل متواصل 240 دقيقة بعد مدة شحن حوالي 2.5 ساعة. الامكانيات اللي بنتكلم فيها دي قريبة جدا من المكنة 1949، قريبة من VGR 062 اللي برضو عملنا عليهم ريفيوهات وموجودة عندنا على القناة. المكنة بيجي معاها 4 درجات لحد حوالي 5 مللي. الناس اللي بتحب تدرج دقنها بيجي معاها 4 درجات صغيرين لحد حوالي 5 مللي. تعال نشوف بقى اخر قطعة معانا ايه. لو هنتكلم عليها وعايز تقارن بينها، هتقارن بينها وبين ال 2026، نفس المكنه تقريبا ولكن بشكل فرعوني. المكنه دي الموتور بتاعها هي كمان سرعات، تردد الموتور بتاعها بيبدا من اول 6000 لحد كام بقى؟ لحد 7500. نفس المكنه ال 2026 بالظبط، شاشه ديجيتال، سرعات متفاوته للناس اللي شغاله ايديها بطيئه في الحلاقه والناس اللي ايدها سريعه، عمل لك الاثنين. وكمان الاوبشن الاخير اللي برضو موجود زي ال 2026، ان في ظهرها قطعه للزيرو. قطعه الزيرو دي بتنفع ان انا احدد السالف، ينفع اخف الدقن قبل الحلاقه نفسها. الشبكات الخارجيه نفس القطع اللي موجوده برضو بتاعت ال 2026 بينفع تركب عليها. قوه البطاريه للمكنه 800 ملي امبير، بتشحن معايا في حوالي 1.5 ساعة، وبتديني شغل متواصل 90 دقيقة كاملين، يعني برضو حوالي 1.5 ساعة. ده كده الباكج بتاعنا. طبعا موجود داخل العلبة الدرجات بتاعتهم. المكنة الكبيرة زي ما قلت لحضرتك معاها 8 درجات لحد 19 مللي، المكنة الصغيرة معاها 4 درجات لحد 5 مللي. ومكنة التنعيم بيجي معاهم الفرشة المزيتة، مكنة التنعيم ما بتتزيتش، ما ينفعش تتزيت. وبيجي معاهم كمان 2 وصلة شاحن، هتلاقيهم مرسومين. كل الحاجات الحلوه دي هتلاقيها مرسومه على ظهر المكنه نفسها. باكج انا سميته باكج الملوك، يستحق ان احنا نعمل عليه الفيديو، وان شاء الله يستحق ان انت تشتريه. موجود عندنا في سنتر مجنون حلاقه بسعر كويس جدا، منافس لاي سعر تاني ان شاء الله. وهسيب لحضراتكم العنوان
تحت الفيديو، وكمان رقم الواتساب للتواصل. تحياتي ليكم، ويا رب يكون الفيديو عجبكم. كل سنة وانتم طيبين. سلام.